يا اخواننا العين دي ما حق. النبي صلى الله عليه وسلم قال تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، واغلب قبور امتي في اخر الزمان من العين. اغلب الناس المقبورين دول في اخر الزمان من العين. طيب الكلام ده حق. نحن عندنا المسحور معناه اللي عنده عين، اصابته عين. والعين دي يا اخواننا لكم كلكم، قد تشوف في نفسك تصيب نفسك بالعين، وقد تصيب غيرك بالعين. دي ما معناه انت ذو شرير ابدا يا اخواننا، لكن يا اخواننا معناه انت انسان غافل، ما تذكر الله حينما ترى الذي يعجبك. شفت لك حاجه تعجبك اذكر الله. طيب تذكر تقول شنو؟ اذا شفتها في نفسك تقول ما شاء الله لا قوه الا بالله. والدليل قول الله جل وعلا حتى اذا دخلت شنو؟ جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. لو شفتها في غيرك عجبتك قول اللهم بارك. أهل يقول لك قول ما شاء الله، صح؟ ما شاء الله ما كافية. الصحيح والسنة تقول اللهم بارك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم ما يحب أو ما يعجبه فليبارك. يقول اللهم بارك لما يشوف. قد تكون يا أخواننا تشوف الزول في عربية جديدة يقول لك جابها من وين دي؟ يا أخي أنت مالك عليه، قول الله يبارك له. واحدين تاني يقول لك اللداق بالكوريك يدينا بشنو؟ يا اخي الكلام ده من وين يا اخواننا؟ ليه يديك بالملعقه؟ ما هو كريم. اللداق بالكوريك ان شاء الله يديك بالشول ولا اسمه شو الكبير ده؟ فانت يا اخواننا سالت الكريم اطلب ما تريد. لكن يا اخواننا عندنا عبارات ما صحيحه، ودي من انسان غافل عن ذكر الله. شفت حاجه قول اللهم بارك. واحد من الصحابه جاء مر بسهل بن بيضاء. سهل ده يا اخواننا رجل جميل جلده ابيض، هو قاعد يغتسل يستحمى، المحل الفوق دي باينه. قام شافه قال ولا جلد مخبأة، بس عينه عجبته الجلد ده الابيض ده. قال ولا جلد مخبأة. المخبأة المرة لما درع الرساء مش بيحبسوها دخان وحاجات كده. قال الجلد حقه ده ولا جلد المرة المحبوسة للزواج. في محل الشلة طوالي وقع، في محل الشلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل سهل بن بيضاء؟ قالوا صرع يا رسول الله. صرع بقى مشلول. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ليه الواحد يأذي أخوه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يحب فليبارك. الكلام الشرعي للزول اللي بتعرفوا إنه عاينك تمشي له تقول له اغتسل لي. الصحابي ده ذاته مش اغتسل بالمويه حقت غسله دي شاله. جابوا لسهل بن بيضاء هو مصروع مشلول، كبوها فيه. الراوي قال فنشط كأنما نشط من عقال، قام طوالي كأنه كان مربط فكوه. هسه واحد قال لي انا عارف الزول العاين، قلت له اغتسل ليه؟ قال لي يا زول هوي انت مجنون؟ ده كلام شنو بتقول فيه؟ ده شرعا يا اخوانا، الكلام ده شريعه، ده جايز. عرفت الزول العاينك اطلب منه الكلام ده. واحد قال ما بيرضى لانه جاهل ما عرف الشريعه. الصحيح في الشرع لو زول طلب منك ما تستحي، طوالي اغتسل ولا توضا ودي المويه يكب على وجهه. وانا قبل قلت لكم ما معناه العجب انك شرير او انك حاسد، لكن العجب ده معناه انك ما ذكرت الله لما عجبتك الحاجه دي يا اخواننا. واضحه؟ في ناس سبحان الله شغوله مشاغل الكلام الفارغ الزي ده، وده بياتي من الفراغ وغفله وعدم ذكر الله جل وعلا. واحد بنته بتساله ولدي ده شفته يحبي؟ قال لها باري درب التركتر ده. مشوا بهناك لقوه ملدوغ ميت. يستفيد شنو يا اخواننا الكلام الزي ده؟ الواحد لو بيذكر الله الحاجه دي ما بتجي على لسانه. عشان كده يا اخواننا دايرين نتعلم نحن من الدرس ده ان شاء الله. اي حاجه عجبتك تقول شنو؟ اللهم بارك. في نفسك ما شاء الله لا قوه الا بالله. دخلت دكانك عجبك قل ما شاء الله لا قوه الا بالله. العين حق يا اخواننا.